انجح المشاريع على الاطلاق في مصر النهارده الخرفان. انا بشوفه. هقول لحضرتك حاجه. واحد بيقول لك انا كنت شاري خروف السنه اللي فاتت 3000 جنيه. 5 6 شهور وبعته ب 13000 جنيه. الله ينور. ودي فعلا دي بقى اما يسمع من مربي ده كمان ما خدش التعديل الكافي في الخروف. الله ينور، ما خدش العلف المظبوط، ما خدش الدنيا المظبوطه. الخروف بياخد ايه؟ الخروف ليه 3 حاجات. لازم الخروف يكون كويس. تمام. المعدن بتاعه كويس. خروف شبعان كويس يعني. الطرزه بتاعته كويسه. التحصينه بتاعته تمام. العلف. دي الحاجات اللي هي بتعايزه مش عايزه يعني مفاجاه ولا حاجه يعني، ده ولا عايزه حاجه. ده هي عايزه 3 حاجات دول تتعملوا. 3 حاجات دول تتعملوا ان شاء الله باذن الله. انت بتاخد خروف لحم طيب، لحم كويس، لحم محترم، مكسب ما شاء الله عليه، الله اكبر عليه ما شاء الله. طيب في حاجه اقول لحضرتك عليها برضه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بكل مشاهدينا خارج مصر وداخل مصر، مشاهدين بورصه المواشي مع ابو شهد، مشاهدين اسعار المواشي اليوم كنز الفلاح على اليوتيوب، مشاهدين اسعار المواشي اليوم كنز الفلاح على الفيسبوك. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. معانا عرض النهارده يضرب نار مع الحاج وائل الغبيسي. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تضغط لايك وتشترك معانا في القناه، هنجيب لكم كل تفاصيل المشروع ان شاء الله وجميع الاسعار مع الحاج وائل. طبعا اعلى بضاعه في مصر وارخص اسعار في مصر، اعلى جوده وارخص اسعار. صباح الفل يا حاج وائل. الله يخليك يا استاذ برايم. كل سنه وانت طيب يا اداره. عامل ايه؟ الحمد لله ابو شهد والله. عاوزين نعرف الناس حبايبنا النهارده، عاوزين العرض الجميل ده، وعاوزين الخروف ده هيقعد كام شهر، وهياكل علف ايه، والتحسينات المطلوبه ايه. ظبط الدنيا كده للرجال. على دماغي يا ريس، على دماغي. بس يضغطوا لايك الاول. على دماغي اكيد طبعا. حبيبي افترض يعني. حبيبي. الخلفات دي العرض الصغير يا استاذ برايم. احنا صورنا العرض الكبير والعرض الصغير. ده ما شاء الله شايفين يا شباب ما شاء الله. اللهم صل على النبي. 350 خروف. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اهو يا شباب الخرفان بتتكلم اهي عربي. مالك الخروف التسمين في مصر الحاج وائل الغبيسي. اي مشروع يا شباب اهم حاجه في اي مشروع انك تعرف انت بتختار ايه وتعرف انت بتشتغل في ايه. صباح الفل يا حاج وائل. صباح الفل يا استاذ. اللهم صل على النبي. عايزين نعرف الخروف ده يقعد كم شهر ويطلع ان شاء الله. الخروف ده يقعد 5 شهور. 5 شهور ويطلع. 5 شهور. 5 شهور ده ويطلع. ياكل 20% النهارده. لا ده ياكل 20%. المره الفيديو الكبير انا قلت ياكل 14%. خلاص عدى. ده ياكل 20%. هياكل 20% كم شهر ده يا حاج وائل؟ شهر واحد. شهر ويبدا على 18%. وبعد كده 16. وبعد كده 16. وبعد كده 14 التسليم. الله ينور عليك، يبقى 6 شهور. طيب التحسينات المطلوبه للعرض ده يا حاج وائل. التحسينات المطلوبه. اللهم صل على النبي. سنتي دراكسل كل خروف تحت الجلد. كل خروف سنتي دراكسي تحت نص سنتي للصغير ده. انت الكبير نديله سنتي. الكبير بياخد سنتي. الصغير ده بياخد نص سنتي. ما شاء الله. وبعد 15 يوم شوربه او اسبوع شوربه للديدان. شوربه للديدان بعد اسبوع، بعد 15 يوم. وشهر كده اديلهم افوماك. هيفوماك اردني. هيفوماك اردني سنتي ولا نص برضه؟ لا هو لو اردني يبقى سنتي او سنتي ونص. اردني. لو افوماك سوبر ياخد سنتي. ما شاء الله. شايفين يا شباب العرض السعر مفاجأة يا شباب. سعر العرض ده مفاجأة يا شباب. نقوله في 4000 اسبرين؟ لا يا باشا. امال فين المفاجأة؟ طبعا يا شباب احنا في احسن وقت مناسب لتنزيل الخرفان دلوقتي. بعد العيد مش هتلاقي الكلام ده اسبوعين. بعد العيد مش هتلاقي الكلام ده. عشان الدنيا هتشد. مش هتلاقي الكلام ده والله. الدنيا هتشد ولا عندي ولا عند غيري يعني. طيب حتى هتشد في المواشي وفي كل. لا الانيه بعد العيد هتشد جامد. هتشد. طيب اللي لو واحد عاوز يعمل له 10 خرفان تجربه كده في البيت يا حاج وائل، عايزين مساحه قد ايه؟ يعني مساحه اوضه اسبوعين. اوضه. لو فيها شباكين زي دول تقدر مصلحه. 4 في 4. ما شاء الله. طبعا الاكل احنا قلنا علف بس. لا علف بس، ما بتحطش اي حاجه غير العلف. ما فيش اي حاجه غير العلف. لما بنقولوا 20% تسمين يبقى ما فيش غير العلفه بس. العلفه بيتعلف 3 مرات مثلا في اليوم. تمام. لو الخرفان زي ديت بياخدوا زي 300 جرام في اليوم. 300 جرام علف. يعني ما بياكلوش حاجه خالص. بسم الله ما شاء الله. لا ما هو ما بياكلوش. يمسك لنا حلي كده اشرح لنا عليه حاج وائل ازاي. اي خروف اللي انت عايزه. امسك يا حاج وائل. خروف اهو. ما شاء الله ما شاء الله. اهو يا شباب ماشي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. شايفين يا شباب
شايفين الخروف اهو ما شاء الله، اللهم صل على النبي، سوبر اهو ماشي. اهم حاجه الظهر التخلص. اي خروف عندي ظهره. اهم حاجه الخروف اللي شبعان لبن اصبر. اهم حاجه الخروف اللي شبعان لبن. خروف اللي شبعان. ايوه اهم حاجه الخروف اللي شبعان لبن. ظهره بص الغنم بطنها عامله ازاي. اللهم صل على النبي. بص الغنم بطنها عامله ازاي من كتر الاكل. اللهم صل على النبي. شايفين يا شباب؟ شايفين ظهر الخروف؟ شايفين اهو. الخروف يكون صحته حلوه. حتى الصغير بصوا ما شاء الله. الخروف لازم يكون صحته حلوه ما شاء الله، اللهم صل على النبي. صحة الخروف. اللي عايز خروف، اللي عايز 10، اللي عايز 20، اللي عايز 100، اللي عايز العرض كله على دماغنا. الحاج وائل طبعا ما شاء الله جميع محافظ الرحماني ما فيش منهم مال. جميع صلاة النبي عليه. اللهم صل على النبي. بص الحلاوه. اللهم صل على النبي. شايفين يا شباب؟ شايفين الخروف عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي. بصوا يا شباب. طيب دلوقتي حاج وائل اللهم صل على سيدنا محمد، عايزين بقى السعر. قبل ما نقول السعر يا شباب، اضغطوا لايك واشتركوا معانا في القناه يا شباب، شرفونا. وطبعا بنتشرف باي حد بيشترك معانا جديد. وطبعا هنقول لكم كلمتين برضو عن المشروع ده. اسهل مشروع في مصر حاليا، ما بياخدش وقت، ما بياخدش مجهود. علفه الصبح خلص الفيلم على كده. الميه بتاعتك شكل ما انت شايف اهيت. لو واحد ما شاء الله، لو واحد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لو واحد جاب حبه الخرفان دولت في مزرعه زي ديت، اللهم صل على النبي، ربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. يعني برضو احنا معاك من اول خروف زي ما الحاج وائل قال. احنا اتكلمنا قلنا اللي انضف مشروع النهارده مش عشان خاطر انا بتاجر في الغنم ده والله، بس من انجح المشاريع الخرفان. من انجح المشاريع على الاطلاق في مصر النهارده الخرفان. انا بشوفه. هقول لحضرتك حاجه، اللي لسه واخد عرض دلوقتي وماشي كان عنده وطلع، احنا منزلينه. اسمعوا الفيديو اللي فات يا شباب، هتسمعوا ناس من المربين اللي ربى وباع. واحد بيقول لك انا كنت شاري خروف السنه اللي فاتت 3000 جنيه. 5 6 شهور وبعته ب 13000 جنيه. الله ينور. ودي فعلا دي بقى اما يسمع من مربي ده كمان ما خدش التعديل الكافي في الخروف. الله ينور. ما خدش العلف المظبوط، ما خدش الدنيا المظبوطه. الخروف بياخد ايه؟ الخروف ليه 3 حاجات. لازم الخروف يكون كويس. تمام. المعدن بتاعه كويس. خروف شبعان كويس يعني. الطرزه بتاعته كويسه. التحصينه بتاعته تمام. العلف. دي الحاجات اللي هي بتعايزه، مش عايزه يعني مفاجاه ولا حاجه يعني، ولا عايزه حاجه. ده هي عايزه 3 حاجات دول تتعملوا. 3 حاجات دول تتعملوا ان شاء الله باذن الله. انت بتاخد خروف لحم طيب، لحم كويس، لحم محترم، مكسب ما شاء الله عليه، الله اكبر عليه ما شاء الله. طيب في حاجه اقول لحضرتك عليها برضه يا حاج وائل، التسويق ما عادش زي الاول. ما عادش تاخد خروف وتروح تجيب في السوق ودي لطش فيك ودي لطش فيك. عادي النهارده بالكيلو على الميزان. ما هو ده اللي بتكلم. انا على طول بنصح اللي يجي يتكلم انا عايز كام خروف، اقول له ما تاخدش اقل من 15 خروف. انت فاهم؟ ليه؟ 15 خروف اي حد هتتصل به انا عندي 15 خروف لحم هيوصل لك، هيجي لك. انت واخد بالك؟ الخروف ما تطلعش حولي في السوق. لا الخروف بالميزان. انت راجل بتاكل علف. واحد يساوي 2. لا والتسويق في اللحم طول السنه ألعن حاجه فيها في العيد الكبير. يعني مش عاوزين يا جماعه حته ان انت تدنيك مستني للعيد الكبير عشان تعرف تبيع. لا اصل انت دوت انت لو هتطلع اصل دوت 5 اشهر ويطلعوا لحم. ما شاء الله. شايفين يا شباب؟ دوت 5 اشهر ويطلعوا لحم. النهارده يا شباب المشروع دي النهارده لو جبته في مزرعه المزرعه دي ما شاء الله تاخد قد دولت مرتين كمان يا حاج وائل. يا باشا ما انت عندك. ايوه انا عامل حجز على الغنم الكبيره. احنا حاجزين على الكبير 150 خروف اسبوعين. اللهم صل على النبي. الصغيرين دول 150 خروف. انت عندك 80 في الناحيه الثانيه غنم كبيره. ولسه برضه المزرعه ما شاء الله فايقه. ايوه ماشي يعني تمام. بس لازم تبقى المزرعه فيها برضه. عايزين يمشوا. ايوه طبعا امال ايه اكيد. عشان دول ما بيسرحوش يا شباب. ما بحبش اقعد في الحرس ابراهيم. في الصيف بقى من حاجه تنصح الناس تعرف ازاي بقى في الصيف؟ بعد العصر. بعد العصر في الطراوه والفجر. ايوه والفجر. معاك الليله. الله ينور عليك. صباح الفل يا حاج حازم. صباح الفل يا ابراهيم حبيبي. معاك الليله يا ابراهيم. واهم شيء الميه زي ما انت شايف كده. الميه شايفين الحاج حازم قاعد على الميه. اهم حاجه الميه في الصيف يا شباب. الميه الا الميه. طيب العرض بقى مفاجاه العرض السعر يا حاج وائل. انا احنا خلي بالك ما قلناش السعر لسه. نسيني. لا احنا عاوزين سعر يضرب نار. هنزل 100 يا لا هننزل ياما. هننزل ياما يا شباب. شوفوا الخرفان وشوفوا الاحجام وشوفوا الانواع. الخروف الرحماني اعلى تحويل في مصر في الغنى عشان تبقوا عارفين. عايزين السعر بقى يا حاج وائل. السعر ايوه السعر الغنم ديت في 3400 جنيه. 3400 العرض اهو يا شباب. 3400 خلي بالك.
5 نتايات. 5 نتايات. وطبعا اي حد محتاج اي حاجه من العرض، لو حد محتاج خرفان صغيره مفيش مشكله، خرفان كبيره مفيش مشكله. لا ما في، لا غنم لحم ب 155 انا ببيع ب 155 برضه. في المعيز ب 180 جنيه. المعيز اللحمه هي بتاعتنا يا شباب، مع اي حد اللي يكون بيبيع برضه بالكلام ده. المعيز اهي يا شباب ما شاء الله اهي. المعيز اللحمه هربانه اهيت، وهصور لكم برضه المعيز اللحمه معانا اهيت ما شاء الله. الغنم يا شباب شايفين يا شباب. احنا قلنا السعر كام يا حاج وائل؟ الايه؟ السعر العرض ده العرض ب 3400 جنيه. 3400 يا شباب. شايفين الغنم اهي ما شاء الله قدامكم اهيت. هنجيب لكم المعيز اللحمه عشان هم طالعين بره، هم هربانين. لا انا عندي غنم لحمه ان شاء الله. شايفين الجدي لسه ما كسرش اهو يا شباب. لا غنم في معيز فينو ما شاء الله اهو، مخصي جديان مخصيه لسه ما كسرش. هم دول 3 4 5 معيز لسه جايين دلوقتي اهو ما شاء الله. وتعالوا بصوا بقى دولت، اللهم صل على النبي، حاجات اصلي. شايفين اهو، دي هجين البور اهو، خليط بور ما شاء الله. شايفين يا شباب. الكيلو في المعيز ده يا شباب ب 180 جنيه، ب 180 جنيه على الميزان يا شباب. بسم الله ما شاء الله. جديان مخصيه. طبعا اللي ما يعرفش في المعيز، اعلى اكل في المعيز هي الجديان المخصيه، نفس السن دي ما كسروش لسه اهو. شايفين ما شاء الله اهو. لحمه. والحاج وائل بيبيع اللحم يا شباب، الاغنام، الخرفان، اللحم، ارخص اغنام، ارخص لحم في مصر بيبيع ب 155 جنيه من المزارع بتاعته. 155 جنيه. الخروف النهارده يا جماعه في جميع انحاء الجمهوريه ماسك من 175 لحد 200 جنيه، والمعيز ب 180 جنيه. ب 180 في الجمهوريه كلها ما شاء الله. المعيز شايفين ازاي، دي اعلى معيز يا شباب، الجديان المخصيه. يعني دي اعلى فرزه في المعيز، مش نتايات ومش جديان ببيض، يعني جديان بمخصيه، فهي دي اعلى حاجه في اللحم. انت دخلتهم في العرض الكبير يا صغير. ما يلا ماشي اشكال. حابب تقول حاجه يا حاج وائل؟ كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعد علينا وعليكم الايام بخير يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. علينا وعليكم يا رب العالمين. بخير يا رب. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.